اخر سيشن في الكورس التاسيسي لجريد 5. يلا بينا نخلصها نبقى جاهزين ندخل السنه مستريحين. يلا بينا نبدا. دلوقتي جينا لاخر سيشن عندنا في الكورس التاسيسي لجريد 5. وطبعا مش هينفع كورس تاسيسي من غير ما نفتكر ازاي كنا بنعمل ملتبلاي وازاي كنا بنعمل ديفايد، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. اوكي، اول فكره عندنا عاوزين نفتكر ازاي كنا بنعمل ملتبلاي لنمبرز كبيره شويه. اوكي، هنفتكر الطريقتين دول هما اللي مهمونا قوي وهما اللي بنشتغل بيهم على طول قدام. اول طريقه اللي هي الالجوريزم، ان احنا هنحط التو نمبرز فوق بعض بالشكل دوت ونعمل ملتبلاي. يلا بينا نفتكرها مع بعض. كنا بنعمل ال 6 ملتبلاي مع ال 5. 6 ملتبلاي 5 equal 30. كنا بنكتب الزيرو وكاري اب 3. بعد كده كنا بنعمل ال 6 ملتبلاي ال 4. 6 باي 4 equal 24. 24 واوريدي انا معايا 3. 24 بلس 3 ب 27. يبقى الإجابة بتاعتي 270. أوكي؟ طب تعالى نجرب مسألة تانية. يلا 3 multiply 4 ب 12. بكتب ال 2 كاريبل 1. طب 3 multiply 2 6. 6 ومعايا 1 7. طب 3 multiply 1 3. يبقى 372. الطريقة دي كنا بنقول عليها algorithm. كانت معتمدة على إيه؟ إن أنا بعمل multiply digit by digit، والانسر اللي بتطلع لي لو هي فيها اكتر من ديجيت كنت بكتب الاولاني وبعمل كاري اب للتاني. اوكي، طب تعالى نجرب طريقه مختلفه. اللي فاتت دي كان اسمها ايه؟ الستاندرد فورم. في طريقه تانية اتعلمتها اسمها الاريا موديل. فكان بيجي يقول لك هتعمل مثلا 45 ملتبلاي 6. نفس المثال اللي فات بالظبط. كنت بتعمل ايه؟ كنت بترسم لي ريكتانجل بالشكل ده وتحط ال 6 هنا، وتمسك ال 45 دي تقسمها، تخليها 40 لوحدها و5 لوحدها بالشكل ده. وكنت بتعمل ايه؟ كنت بتيجي الاول تقول لي انا هعمل ال 6 ملتبلاي ال 40. كنت بتحط الزيرو و6 باي 4 ب 24. وبعد كده بتعمل ال 5 ملتبلاي 6 ايكوال 30. تكتب 30 كده. وبعد ما تعمل 240 وال 30 تعمل ايه؟ تعملهم بلس بعض. 240 بلس ال 30 اللي هي ايكوال كام؟ 0 بلس 0 0. 4 بلس 3 5 7. وال2 تنزل يبقى 200 ايه 70. يبقى الاجابه 270. هي نفس الاجابه بالظبط. ما هي نفس الفكره. ما هو ملتبلاي مش هيغير الاجابه، احنا بس بنغير الطريقه. تعالى نجرب نفس الكلام ده بس في المساله الثانيه. انا عندي هنا 3 ملتبلاي 124. تعالى نعمل الريكتانجل بتاعنا دي الاريا موديل. نعمل ريكتانجل وبنكتب 3 على الطرف ده، 100 لوحدها، 20 لوحدها، وال4 لوحدها. ويلا واحده واحده. 3 multiply 100 equal 300. بعمل ايه؟ بعمل ال 3 multiply 1 ب 3 واحط 2 0. تعالى هنا احط الزيرو الاول، و 3 multiply 2 ب 6. طب هنا مفيش زيروز خلاص. طب يبقى 4 multiply 3 ب 12. وهنعمل ال 3 نمبرز دول بلس بعض. 300 بلس 60 بلس 12. اهم حاجه ترص الارقام صح عشان تعرف تعمل بلس. 0 بلس 0 بلس 2 2. 0 بلس 6 بلس 1 ب 7. و 3 اهي. نفس النمبر ولا مش نفس النمبر؟ نفس الاجابه بالظبط. يبقى احنا كده رجعنا على طريقتين في الملتبلاي. ازاي نعمل ملتبلاي بالالجوريزم، وازاي نعمل ملتبلاي بالاريا موديل. لازم تكون عارفهم كويس عشان انا في جريد 4 كنت بعمل ملتبلاي ب 1 ديجيت، كان بيقول لك هنا 3 بس. انما في جريد 5 هنتقل الموضوع شويه وهيبقى عندي 2 ديجيت. فانت اوريدي لازم تكون مراجع على الحته دي. اوكي، بعد كده نبدا نفكر بقى في الديفايد. نفتكر ازاي كنا بنعمل ديفايد وازاي كنا بنطلع حاجه اسمها ريميندر. اوكي ماشي، يلا بينا. انا عندي هنا طالب مني ان انا اعمل 26 ديفايد 5. لو حد هيفتكر معايا كده هيقول لي يا مستر احنا كنا بنفكر ازاي؟ كنا بنشوف ال 26 دي هل اقدر اعملها ديفايد 5؟ هل موجوده في تيبل 5؟ تعال نفكر. مين تيبل 5؟ حد يفتكر معايا كده على ايده. 5 10 15 20 25 30. ايه ده مستر انا ما عدتش على ال 26، انا نطيت من فوقيها. يبقى ال 26 مش موجوده. طب تعالى نكنسلها ونرجع خطوة لورا. مين قبل ال 26؟ 25 على طول. طب ماشي، هل ال 25 اقدر اعملها ديفايد 5؟ اه موجودة يا مستر، اهي موجودة في التيبل.
طب هي نمبر كام؟ تعال نعد. 1 2 3 4 5. مادام 25 ديفايد 5 يبقى هعملها طلع لك نمبر كام؟ هي نمبر كام في الترتيب بتاعها؟ نمبر 5. طب انا كنسلت كام مرة؟ انا كنسلت مرة واحدة بس، يبقى الريميندر هيكون 1. تاني، انا عملت ايه؟ انا كل اللي عملته شفت النمبر اللي معايا اللي بعمله ديفايد ده هل موجود في تيبل 5 ولا لا، لقيته مش موجود، فكنسلت عليه ورجعت خطوة لورا، لقيت عندي 25 موجودة في تيبل 5. خلاص شفتها ترتيبها كام وكتبت ترتيبها ده هنا، هي دي الانسر 5. وشفت انا كنسلت كام مرة، ان العدد اللي انا كنسلته هو ده الريميندر. تعال نشوف مسألة مختلفة. 45 ديفايد 6، محتاج اعملها ديفايد 6 يبقى اعمل تيبل 6. تيبل 6 اللي هو 6 12 18 24 30 36 42 48. ايه ده؟ انا نطيت من فوق ال 45 من غير ما اعدي عليها، يبقى ال 45 مش موجوده في تيبل 6. طب هات ال 44 موجوده؟ لا. طب ال 43 موجوده؟ لا. طب ال 42 موجوده يا مستر. تعال نشوف هي نمبر كام. 1 2 3 4 5 6 7، يبقى اكتب 7. طب كنسلنا كام مرة؟ عشان ده هو الريميندر. كنسلنا مرة، ادي التانية وادي التالتة، كنسلنا 3 تايمز، يبقى نكتب في الريميندر 3. دي الطريقة اللي كنا بنعمل بيها ديفايد ونطلع الريميندر. بس الكلام ده كان ينفع لو النمبرز صغيرة وموجودة في الحدود بتاعة التيبل، موجودة في التيبل. طب لو اداني نمبر كبيرة شوية، الموضوع بيروح لمين؟ اللونج ديفيجن. انا عارف ان اللونج ديفيجن ممكن تكون حاجة يعني ما بتريحكوش، ممكن تكون تقيلة شوية، وحاجه ممكن تكون ما خدتش وقتها في جريد 4. جريد 4 انتوا خدتوا اللونج ديفيجن لاول مره وكان اتقل جزء في المنهج، فتعالوا نفتكر مع بعض ونشوف كنا بنعملها ازاي. اوكي، انا كنت بعمل لونج ديفيجن عن طريق ستيبس بمشي عليها. ايه هي اول ستيب؟ اول ستيب ان انا كنت بعمل تيبل كده وبكتب فيه النمبرز اللي انا بعمل عليه ديفايد. مين النمبر اللي بعمل عليه ديفايد؟ اللي هو الفور. فالنمبر 4 ده بكتب التيبل بتاعه. يلا، تيبل 4 ده هكتبه ازاي؟ الاول هكتب 1 2 3 4 5 بالشكل ده، وابدا اكتب التيبل 4. مين هو تيبل 4؟ 4 8 12 16 20، ولو احتجت اكتر من كده ممكن اكمل. اوكي، وبكتب على الجزء اللي على الليفت ده بكتب عليه اب، والجزء اللي على الرايت بكتب عليه ايه؟ داون. وابدا اعمل ايه؟ ابدا اول حاجه سيرش. مش فاكر سيرش كانت بتتكتب ازاي. سيرش اب داون سبتراكت او ماينس دروب. يلا بينا نفهم الكلام ده معناه ايه. هما 5 steps: search up down minus drop، search up down minus drop. يعني ايه يا مستر؟ اول حاجه ببدا اعمل سيرش من اول ليفت، اول رقم على الليفت هنا اللي هو ال8. هبدا اعمل سيرش عن ال8. سيرش فين؟ هنا. يلا نعمل سيرش، يلا ندور على ال8. موجوده ال8؟ اه موجوده، موجوده هنا. مين الاب؟ ال2، اروح كاتبها في الاب فوق. مين الداون؟ ال8، اكتبها من تحت. بعد كده اعمل ايه؟ ماينس. شفت عملت ايه؟ سيرش، بعد كده اب، بعد كده داون، بعد كده ماينس. 8 ماينس 8 0. بعد كده بعمل ايه؟ دروب. يعني ايه دروب؟ بنزل الفور. طب انا خلصت الفايف ستيبس يا مستر، اعمل ايه؟ الف من الاول واعيد. يلا سيرش، هبدا اعمل سيرش عن الفور. موجوده؟ اه موجوده اهي. من الاب 1، من الداون 4، اعمل ماينس 4 ماينس 4 0. في حد تاني اعمل له دروب؟ لا، يبقى المساله خلصت، يبقى الاجابه 21. يبقى الاجابه ايه؟ 21. نفس اللعبه تاني. يلا انا بعمل ديفايد على مين؟ على 3. يلا ادي 3 اهي، اب داون، وادي اكتب التيبل 1 2 3 4 5 كفايه. يلا نكتب التيبل. تيبل 3 3 6 9 12 15. يلا سيرش اب داون ماينس دروب. يلا نبدا نعمل سيرش عن ال 9. فين هي ال 9؟ موجوده اهي. مين الاب بتاعها؟ 3. مين الداون؟ 9، ونعمل ماينس 9 ماينس 9 0، وندروب 6. نبدأ نلف من الأول نعمل سيرش. سيرش عن ال6 فين هي؟ أهي. مين الأب بتاعها؟ الأب بتاعها 2.
من الداون 6. يلا ماينس 6 minus 6 0. نعمل دروب 3. نلف من الاول فنعمل سيرش عن ال 3 موجوده يا مستر اهي. من الاب بتاعها 1. من الداون 3. نعمل ماينس بقى 3 minus 3 0. هل في حد عامل له دروب؟ لا، يبقى المساله ايه؟ خلصت. واعمل ايه؟ سمايلي فيس. دي كان ريفيجن سريع قوي على الديفايد وعلى اللونج ديفيجن وعلى المالتبلاي بطرقه اللي هي الستاندرد فورم والالجوريزم، الالجوريزم والاريا موديل. كده اعتقد ان شاء الله هتكون جاهز لجريد 5. ان شاء الله منهج جريد 5 اسهل وابسط واصغر من جريد 4. عايزك بس تكون فايق وتكون راجعت على اللي انت خدته في جريد 4. هو ده اللي انت محتاجه كويس، وتكون حافظ التيبل كويس جدا. اوكي. متنساش تعمل شير لاصحابك، تعمل سبسكرايب للشانل، عشان خلال السنة هينزل لك اول باول فيديوهات مهمة. اوكي. يلا، سلام عليكم.